99% من المدربين بيفشلوا في التسويق لما بيقعوا في الأخطاء دي. أولاً، تقديم محتوى شكله حلو بس ملوش هدف، يعني البوستات بتبقى كويسة ومرتبة والتصميم جميل لكن مش معروف إيه الهدف منه أو إيه اللي الناس المفروض تعمله بعد كده. أي محتوى بتنشره لازم يكون بيقدم قيمة، يا إما بيعلم أو بيقربك من جمهورك أو حتى له هدف بيعي. ثانياً، استعجال النتائج، ودي أكبر عدو للإنتاجية، إنك كل أسبوع تجرب فكرة مختلفة بطريقة مختلفة ومن الآخر مفيش نتيجة. النجاح مش إنك تغير الاستراتيجية كل شوية، النجاح إنك تديها وقتها وتطبقها صح وتعرف إيه اللي محتاج يتعدل فيها وتحسنه إزاي. ثالثاً، التسويق بالمزاج، يوم تعمل بوست أو يوم تصور ريل ويوم تنزل إعلان وبعدها تختفي، لأن التسويق مش حالة مزاجية، والبيزنس ما بيكبرش وقت ما بتكون فاضي، بيكبر لما يكون عندك نظام واضح وخطة صريحة. رابعاً، التسويق من غير فهم الجمهور، ناس كتير بتبدأ تسوق من غير ما تعرف مين هو جمهورها أو إيه هي مشاكله وليه المفروض يهتم بالمحتوى اللي بتقدمه، فتلاقي الكلام عام من غير أثر حقيقي. عشان كده كل ما كنت فاهم جمهورك أكتر كل ما رسالتك توصل أسرع. قول لنا، كنت بتعمل إيه من الأخطاء دي قبل كده؟